بتاريخ السفاحين والجرائم في اللي تركوا وراهن دم، وفي اللي تركوا وراهن ألغاز، وفي أشخاص تركوا وراهن أسئلة ما حد لقى لها أي إجابة. أما هنري لي لوكاس ترك كل هاي الأسئلة مع بعضها. فاليوم رح نتعرف على مين هو هنري لي لوكاس وكيف بدت حياته وكيف رح تنتهي. اهلا وسهلا من جديد، وبهذا الفيديو رح نحكي عن هنري لي لوكاس. كيف بدت قصة حياة هنري لوكاس؟ بعام 1936 ولد طفل بمنطقة ريفية فقيرة بولاية فيرجينيا، وهذا الطفل كان هو هنري لي لوكاس. ولد ببيت حتى الحيوانات ما ممكن انها تعيش فيه، غير انه البيت كان قديم كتير. امه لهنري اللي ولدته كانت هي اساسا مرة عنيفة كتير وبتشتغل بالدعارة، يعني شغل شيء مرتب على الاخر. لا وما هو بس هيك، يعني حتى كانت تجيب الزبونات على البيت قدام اولادها، شيء طبيعي جدا. ما بعرف كيف مخها كان بيشتغل. كانت تشوف انه العنف هو الوسيله الافضل لحتى تربي فيها اولادك. ولانه هنري كان اصغر واحد بولادها فكان رايح ياكل شحاطه جاي ياكل مع الشام، يعني كان يوميا ينجلد بسبب وبلا سبب. حتى انا كانت تجبره انه يلبس ثياب بنات ويطلع قدام الجيران. وبعدين بيقولوا لك طلع سفاح وجزر نص البشريه. طبعا بده يطلع سفاح، اذا هاي طفولته طبعا بده يطلع سفاح، شو بده يطلع لك. وبيوم من الايام كانت هنري معصبه كتير، فراحت جابت سكين المطبخ وطعنت هنري بعينه، اللي هو ابنها طعنته بعينه وشلعت له عينه من محله. يعني حتى لو انا مكان هنري كنت طلعت سفاح وسفحت نص البشريه، شو هاد. اما بالنسبه للاب اللي هو ابو هنري، كانوا اجري مبتورين بسبب حادث، ما بعرف عمل حادث وراحوا اجري. وكمان كان مدمن على الكحول، يعني شو بده يسوي فيك الله بعد. وكان بالبيت مثل قلته، يعني ما ولا كأنه موجود، يعني قاعد 24 سكران وقاعد لحاله. واساسا يخاف من هنري، طبعا بده يخاف منها، السفاحه عايشه معهم بالبيت، طبعا بده يخاف منها. يعني يمكن لو حكى له شكل ما كانت جابت نعال نمره 46 وحطته بيت امه وقالت له اخرس لا ابلبص عيونك التنتين وادحشهم. يعني السفاحه بتعمل كل شيء بالحياه. وظلت الحياة مستمرة بهالشكل لحتى اجى يوم من الايام وقرر انه هنري يهرب من البيت وما يرجع له مرة تانية. وبالفعل بيوم من الايام قام هنري وهرب من البيت وعاش لسنين طويلة كمتشرد. وفي ناس بيقولوا انه عاش عند اخته الشقيقة غير الشقيقة، مدري كيف، ما بعرف عندهم، ما بعرف كيف بيخبصوها، شو شقيقة غير شقيقة، ما فهمت شو يعني. اخت غير شقيقة، يمكن اخت من ام تانية، مدري من ابو تاني، ما هو اساسا يمكن منه معروف قرعة راس ابوه من مين. ما زال امه بتشتغل بالدعاره، شو بده يكون الله اعلم. شو عرفك انه ابو هنري هو ابو هنري عن جد؟ كان ما هو ابو هنري ولا شيء. المهم وبعد سنين طويله وقت صار عمر هنري 23 سنه قرر انه يرجع البيت يلي هرب منه. قرر يرجع لعند ام هنري وابو هنري. ليش بدك ترجع لعندهم؟ والله بده يفتح صفحه جديده وينسى كل الماضي. وبيوم من الايام رجع هنري على بيت اهله وقرر انه ينسى كل الماضي يفتح صفحه جديده. بس طبعا هذا الشيء ما راح يحصل لانه عندك ام هنري. واول ما دخل هنري على البيت بلشت امه تتمسخر عليه وتقول له انت جاي تعيش على ظهري وما بعرف شو جاي يعيش على ظهرك. لا الزلمه رجع يعيش ببيته. وابو هنري كالعاده طبعا ضرب له كاملات عرق بالبصره وسارح بالغنمات بحياة تانية بدنيا تانية اساسا ما حدا بيعرف، ما بيصحى. وطبعا ام هنري نشرت لهنري ناشر وقالت له انت ما بتصلح لاي شيء بالحياه، يعني لو منك موجود كان بيكون احسن. طيب ليش جبتيه وقت ما بدك يكون موجود؟ خلص لا تجيبيه وفكينا من شركه. وطبعا هنري ما استرجع يفتح تمه بولا حرف، طبعا ما بيحتاج، هو بدون ما يفتح تمه ولا حرف طعنته بعينه. فاذا كيف اضحك شكل يمكن اقل شيء تشنه او تحطه على الخازوق. واستمرت الحياة بهالشكل يوميا. ام هنري تنشر لهنري ناشر ولحد ما اجى يوم قالت له خلص قوم انقلع من بيتي، روح نقبر اشتغل. لا روح اشتغل يا انقلع اشتغل يا اما خلص ما بدي اشوفك ببيتي. لو حتى يعني جايبه مع عصا مكنسه وبلش تضربه فيه. تخيل انت عمرك 25 سنه وامك نازله فيك ضربه بعصايه المكنسه. بس هنري هالمره ما تحمل، يعني كل هالسنين قاعد انزل وانهان، هالمره خلص طفح الكايل. فكان في سكين على الطاوله اللي حده فمسكها وطعن لامه اكثر من طعنه لحد ما ماتت. راحت ام هنري سطحت بالارض وارتاحت وريحت. وبهاي اللحظة هنري لا هرب ولا بكى ولا عمل أي شيء، يعني وقف بأرضه هيك متجمد لحد ما وصلت الشرطة وألقت القبض عليه. ومين اللي خبر الشرطة؟ ما في حدا بالبيت غير أبوه او حدا من كل مصدر بيقول لك. مصدر بيقول لك ابوه هو اللي خبر الشرطه، ومصدر بيقول لك الجيران سمعوا صوت او شيء وكمان خبروا الشرطه. فكل مصدر بيقول لك حدا خبر. المهم هلا ما هو مهم، المهم وصلت الشرطه والقوا القبض على هنري. وهن عم بيحاولوا معه، قال لهم انا ما كنت بدي اقتلها، انا كنت بس بدي اياها تسكت. بدك اياها تسكت؟ قمت طعنها 10 طعنات شو طبعا هنري ما انكر الجريمه واعترف بكل شيء سواه، كيف عاش حياته، واعترف بكل شيء للشرطه. وبالمحكمه تم الحكم عليه بالسجن المؤبد، لانه كانوا بدهم يحكموه اعدام بس لا، بسبب الماضي تبعه خفف الحكم للمؤبد. بس هو ما انسجن غير 10 سنين وطلع، لانه كان عنده حسن سلوك وساير بالسجن. وبعد ما طلع هنري من السجن قضاها يتنقل بين الولايات كل يوم ولو رايح على ولايه جديده. بولايه تكساس التقى بواحد اسمه اوتس تول. وهذا اوتس كان زلمه مضطرب عقليا وعنده ميول للعنف، ولا عنده عائله ولا عنده رحمه. وكان اي حدا يشوفه يهرب منه الا هنري. اول ما شاف وحبوا بعضهم وصاروا اصدقاء.
وبما انه هن الاثنين يعني كتير مؤدبين ومحترمين، فكملوا حياتهم بشكل طبيعي، كل واحد راح له وظيفة وخلص خلص. يعني طبعا هذا الشيء ما صار. فكملوا حياتهم بالتشرد وصاروا يتنقلوا بين ولاية والتانية، وأثناء هاي الفترة كانوا عايشين على النهب والسرقة. حتى انه في اشاعات بتقول انه قتلوا اكثر من شخص خلال هاي الرحلة، بس ما في دليل بيثبت هذا الشيء. لأنه المناطق اللي كانوا يمروا فيها كان يصير فيها حوادث اختفاء بشكل مفاجئ، بس لأنه ما في دليل بيثبت هذا الشيء عليهم، فكانت الشرطة ما تجي ناحيتهم. لحد ما وصلنا لعام 1983 تم القبض على هنري لي لوكاس بتهمة قتل امرأة عجوز. وين عم بيحاولوا معه بغرفة التحقيق قال لهم ايه انا قتلتها، شو يعني يروحوا بالطوا البحر؟ والله بكل بساطة قال لهم انا قتلتها وشو بدكم تسووا سووا مش فرق، لا وانا كمان. حتى صار يعترف اعترافات صدمت الشرطة، قال لهم انا قتلت هذاك وهذاك انا قتلته. ضل يعد جثث لحد ما وصل 600 جثة، يمكن قتل 600 شخص الزلمة، طلع قاتل وطبعا الشرطة كانوا مصدقينه لأنه كان يوصف بعض الجرائم يحصف فيها أحداث بشكل دقيق، يعني ما حدا بيعرفه غير الشرطة. وشوي شوي صار هنري مشهور لدرجة إنه حتى ضباط الشرطة صاروا يجوا لعنده ويحكوا معه، وانشهر بالإعلام باسم القاتل الأسطوري. وطبعا هنري كان مبسوط كتير لأنه الناس عم تقول عنه القاتل الأسطوري. وبعد سنين طويلة بلش المحققين يشكوا إنه في شيء كاذب بحكي هنري. لا صباح الخير، هلا بعد سنين طويلة رح تبلشتوا تشكوا إنه في شيء ما هو مزبوط؟ لا انتوا اللي مانكم مزبوطين، انتوا لازم تتجمعوا وتنحطوا مع هنري بالسجن. ولا يشكوا باعترافات هنري لانه كل شغله طلع لهم بجريمه جديده، وفي يعني بعض الجرائم اللي صارت ببعض الولايات هو ما كان موجود فيها اساسا. يعني وقت حدوث هاي الجريمه هنري ما كان موجود بالولايه، فكيف هو اللي سوى هالجريمه؟ بعد سنين طويله لحتى عرفوا هذا الشيء. يعني لو انا عم حقق بهالقضيه كنت بطلع نتائج احسن منكم. فرجعوا فتحوا التحقيق من اول وجديد، ولقوا انه اغلب اعترافات هنري كانت اساسا كلها كاذب. يعني هو كان عم يعترف بهالاشياء بس لحتى يصير مشهور ويلفت الانظار عليه. وبالفتره اللي سجن فيها هنري كان يتعامل احسن معامله، يعني كان ياكل احسن اكل، وكان اساسا مسموح الزياره اليوميه عنده، اي حدا فيه يروح يزوره يوميا لانه سفاح مشهور، فكان يتعامل معامله خاصه. ومع كل هالجرائم اللي اعترف فيها ما تم اثبات الا 3 جرائم على هنري. وواحدة من هالجرائم هي جريمة قتل الامرأة العجوز اللي هي اعتقلوه اساسا مشانها، مع انه وقت حدوث هالجريمة هنري ما كان موجود بالمنطقة اللي صارت فيها الجريمة، بس بنفس الوقت لقوا عنده صور للضحية ببيته. وهلا بنجي لاوتس تول، وين اوتس تول من كل القضيه؟ وين اختفى؟ ما هو صديق هنري العزيز وطلعت مع بعض، فوينه من كل هالقضيه؟ اوتس تول تم القبض عليه بعد سنه واحده من القبض على هنري. وطبعا اوتس تول مثل هنري اعترف بجرائم كثيره، وتمت ادانته بقتل بعض الضحايا بفلوريدا، واشهر قضيه هي قضيه خطف وقتل الطفل ادم والش عام 1981. ورغم انه هو اعترف بالجريمه بس ما تحاكم رسميا لانه ما في ادله كافيه، وتسكرت القضيه عام 2008 معتبره انه هو القاتل، يعني بعد 26 27 سنه اعتبروا انه هو القاتل وسكروا القضيه. وبالوقت اللي تسكرت فيها القضيه اساسا اوتس تول كان ميت من اكثر من 10 سنين، يعني كان معفن وميت من زمان، كان ميت من عام 1996 جوات السجن بسبب فشل كبدي بسبب مضاعفات فيروس الايدز. يعني الزلمه ما كان تارك شيء وما مسوي بحياته. اما بالنسبه لهنري، وبعد ما اثبتوا عليه 3 جرائم بس تم الحكم عليه بالمؤبد. وبعام 1998 لاقوا هنري ميت بالسجن، وكان ميت موتة طبيعيه، يعني ما كان لا ايدز ولا شيء، ما هو مثل هذاك الحمار، يعني على الاقل مات موتة طبيعيه. وهي كانت نهايه القاتل الاسطوري هنري لوكاس. هل هو كان عن جد قاتل اسطوري ولا انه كان كذاب؟ هل هو اكيد يعني كان كذاب، وبنفس الوقت يعني كان قاتل، ما كان شي زلمه نظيف، يعني اكيد هو ارتكب جرائم بس كم جريمه ما حدا بيعرف. بس اكيد ما هو مثل ما هو اعترف، يعني اعترف هو انه قتل اكثر من 600 جريمه، هيك شيء اكيد ما هو صحيح. والشيء اللي بيثبت انه هو قتل اكثر من شخص انه الشرطه لقت ببيته صور لاكثر من ضحيه. المهم هاي كانت نهايه قصتنا اليوم، يعني قصه خفيفه نظيفه بعد يمكن 3 سنين اللي ترك اليوتيوب، يعني هاي اول فيديو بعد 3 سنين، ما بعرف اساسا اذا في حدا عم يشاهده. فاذا عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناه، والقادم افضل. تشاو.